متأكدة ان الفلوج ده هيعجبكم جدا، فعشان كده ركزوا فيه علشان مليان نشاط ومليان وصفات حلوة قوي. اول حاجة حضرت اللانش بوكس بتاع البسبوسة الأمورة بتاعتي ونزلتها الحضانة. بعد كده رجعت قلت هعمل بقى فطار حلو كده، عشان زي ما اتعودنا احنا يوم الاربعاء بنقسم جزء من التنظيفات، فلازم نفطر فطار متين كده علشان ندخل على التنظيفات. بس قبل ما ادخل على التنظيفات تعالى اقولكوا على اوردر وصلي. هو عبارة عن مجموعة كده للشعر، هي كلها زيوت طبيعية وكلها حاجات من الطبيعة، ما فيهاش اي مواد كيميكال خالص. انا مش هقولكوا ريفيو عنها دلوقتي لانها لسه وصلولي امبارح، بس هجربها معاكم خطوة بخطوة علشان تبقوا محاضرين معايا من اول ما جاتلي لغاية اما اقولكوا عليها الريفيو الصح. زي ما انتوا شايفين كده حطيت بقى حمام الزيت على شعري وهلفه بالبوني ده. هو المفروض بيتحط لمدة ساعتين، فقلت عقبال ما انضف بقى الأوضة واخلص تنظيفها كده يكون الساعتين عدوا، وبعد ساعتين بالظبط بنغسل بقى شعرنا منه. فانا قلت بقى انضف الأوضة عقبال ما هو بقى يعمل مفعوله على شعري كده. حمام الزيت بقى المفروض بنستخدمه من 2 ل3 مرات في الأسبوع، فانا كل مرة هاجي استخدمه هقولكوا ان انا بستخدمه دلوقتي وهعرفكم كل حاجة علشان تبقوا متابعين معايا النتيجة اول باول. ندخل بقى على تنظيف الأوضة زي ما متعودين دايما ان احنا بنغير الملايات كل اسبوع، وكمان بشيل بقى التراب من على كل الاسطح. فغيرت الملاية كده وشلت التراب من على كل الاسطح. وقولولي بقى انتوا طلعتوا الألحفة ولا لسه. الملاية بقى القديمة شلتها كده وحطيتها بقى في الغسالة، هي وشوية حاجات كده كانت موجودة عندي عايزة تتحط في الغسالة. وعايزة اقولكوا ان الجل ده اللي بريحة المسك او البخور ده حلو قوي من اوكسي، وكمان ريحته قوية جدا، فمش هتحتاجي اي معطر جنبه، بجد على ضمانتي تحفة. نرجع بقى للأوضة نديها بقى دعكة حلوة كده للأرض ونرش المعطر وكده الأوضة خلصت. طلعت بقى الغدا يفك، وعقبال ما الغدا يفك كان عدى بقى ساعتين، فغسلنا بقى شعرنا. وبعد ما نغسل شعرنا بندهن بقى من الكريم ده برضو، هو كله حاجات طبيعية برضو وينفع من عمر سنة، هو وحمام الزيت. فبحطه على شعر ليلى وهجربه معاكم. هو المفروض ان هو بيطول الشعر، فبرضو هتشوفوه على شعر ليلى. وزي ما انتوا شايفين على شعر ليلى كده فهو مديها لمعان كده وكمان بقت قطرة. فخلينا ما نحكمش دلوقتي، بس هو ريحته حلوة قوي. ندخل بقى في فقرة الغدا. اول حاجه كده كان نفسي في طاجن من طواجن المحلات الكشري عارفينها دي، فقلت بقى انا هعمله في البيت. اول حاجه عملت السجق بتاعي زي السجق الاسكندراني كده، وكمان عملت الصلصه بتاعتي. بعد كده دهنت الطاجن بتاعي شويه زيت، وحطيت الاول السجق من تحت. بعد كده حطيت كوبايه مكرونه قلم مش مسلوقه، وبعد كده حطيت عليها بقى الصلصه ونغطيها كويس ونحطها بقى جوه الفرن لمده نص ساعه عقبال بقى المكرونه ما تستوي. طلعت طبعا الغسيل ونشرته، وكمان شطبت بقى المطبخ كده، والمكرونه طلعت خطيره. كده بقى اتفرج على مسلسلي وبس كده. يومي خلص، تصبح على خير.